100 مليون للأساتذة لاقتناء سيارات بالتقسيط. أعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية عن رفع قيمة السلفة الموجهة لاقتناء السيارات بالتقسيط إلى 100 مليون سنتيم بعدما كانت 50 مليون فقط. وكشف مسؤول باللجنة الوطنية في تصريح للنهار أن اللجنة تتوقع استقبال عدد كبير من الطلبات، كما أنها مستعدة لتقديم 2000 قرض لعمال التربية. وأضاف المسؤول أن هذه العملية جاءت بعدما تم تجميد العملية لمدة 7 سنوات كاملة بسبب ارتفاع أسعار السيارات من جهة، والمشاكل التي كانت تتخبط فيها لجنة الخدمات الاجتماعية من جهة أخرى. وعن تاريخ الشروع بتقديم المساعدة المالية المقدرة ب100 مليون سنتيم، فسيتم مباشرتها دخول السيارات الجديدة وبيع السيارات المصنعة محليا في الجزائر. هذا وتنص المادة من 69 من القانون الداخلي للجنة الخدمات الاجتماعية أن اللجنة تبرم اتفاقيات من أجل اقتناء السيارات بالتقسيط لفائدة مستخدمي التربية، فيما تؤكد المادة 70 تبرم لجنة الخدمات الاجتماعية اتفاقيات مع البنوك من أجل تسهيل دراسة ملفات مستخدمي التربية. وبالنسبة لأهم شروط الاستفادة فتتمثل في أن لا يكون المستفيد مدانا لدى الخدمات الاجتماعية وتقديم كشف الراتب. انتهى. سلام.